بقى هو مش مركز، هو دلوقتي في المحكمة ولا هو دلوقتي في الصيدلية ولا احنا في ولا انا ده في اوردر واوصل لحد ولا ده ايه؟ طب نشوف حاجة تاني. ايه اللي انا ايه لسه ما جبتش برضو. طب اعمل حاجه تانية، اعمل ايه طيب؟ ما فيش حاجة تاني والله طب استنى بقى، ايه خلصوا كده؟ لازم حاجه تفتح موضوع، اصل انت رميتنا في الطل، فاهم حاجه؟ يعني لازم حاجه تجرينا دلوقتي. طب بص دي بمناسبه الكوره بقى. ماشي. واحد اسمه خالد، بس انا ليه الناس بتحط اسم واحد بس على ايوه ما انا على تويتر. تويتر اسمي امين بس. ماشي امين بس. كنت بحضر مباراه كاس العالم مصر وروسيا، خارج من الاستاد متنكد، طلعت قرصه من الشنطه قرصة؟ وحدفتها كلها في بقي. ببص لقيت مذيعه قناه فرنسيه وكاميرات تصوير على اساس يعني يرصدوا ردود فعل الجمهور بعد الهزيمه، وبقي محشور اكل مش عارف انطق. رحت حاطط وشي في الارض ومشوح بايدي اللي هو لا انا مش قادر اتكلم. مش هينفع اطلع اعمل لقاءات. لا 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 انا لا 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 يا اكسكلوسيف. جماعه انتوا بتهزروا خسرانين انت عارف انا سافرت كاس العالم بجد؟ بص خدتها من الولد الارجنتيني، قال لي ايه اتبدل القصة بقى؟ اخد تيشيرت مو صلاح، قلت له هات، اداني تيشيرت مارادونا. بعت ابن بلدك يغور وعرضك في يا داهيه ابن مارادونا ده البابا الجد ده. لا بس آه. والله العظيم انا مبسوط بالتيشيرت ده جدا. ليه بقى؟ مم. ان هو جاي من كاس العالم اللي الارجنتين خدته. انت عارف ان كاس العالم ده متفبرك؟ ايه ايه حضرتك؟ كله ماسونيه وبتاع والحاجات دي. كله معمول يا باشا عشان يعني ايه يا ميسي. باشا؟ يعني كله يا باشا معمول عشان ميسي ياخدها. يا ابني انت في بتشجع قطر. برشلونه؟ ايوه بشجع طب امال ايه ده؟ ليه نظريه المؤامره دي؟ لا انا بهزر، الناس بتقول كده بتهزر كتير صح؟ يعني. الناس بتقول كده، ناس عبيطه جدا. الناس ما اعرفش، في ناس مقتنعه ان الكوره سكريبتد. والله لو اكتشفت كده في الاخر هموت نفسي. في حاجات ما ينفعش تبقى سكريبتد. لا بس في حاجات تنفع سكريبت، مش منطقي. ما هي من كتر ما هي تنفع سكريبتد ما ينفعش فاهم، تبقى أنا فاهم، أنا سكريبتد فاهم، عشان أنا احنا هنزعل فعلا. فاهم؟ بس هي لو طلع سكريبتد انا هموت نفسي، ده تصريح. مفيش حاجه اسمها كده. ليه الناس اللي ماسكين الكوره يا رب ما يا رب تبقاش سكريبتد. والنبي ما تقولوا كده. لا اقول لك على حاجه، انا عارف انت بقى، انت هتريت معايا في القصه دي. في كاس العالم الاخير ده هم بعد البطوله احنا كنا رايحين نغطي ونصور مع الناس ماشي بعد ما البطوله خلصت يعني. احنا طول البطوله بنغطي على الناس ونهزر معاهم وبتاع هزار بس. ماشي. في اخر يوم الارجنتين خدت كاس العالم والدنيا جميله، معايا فيديوهات ممكن نحطها وبتاع ونعمل اجواء. الارجنتين خدت كاس العالم واحنا ايه واقفين قدام الاستاد ناخد ردود فعل الجمهور ونهزر معاهم فالناس بدات تمشي، مش عارفه ايه، الجمهور بيقل في يا جماعه خلاص يعني دي الاحتفالات، خلاص دي الاحتفالات. احنا كنا فين قبل ده؟ احنا قاعدين بنتفرج في كافيه، احنا ما دخلناش الماتش، اسعار كانت غاليه فشخ لما رحنا. قاعدين بنتفرج في كافيه عند البوليفار. البوليفار ده شارع سياحي كده وكله كافيهات وكله يعني مول مفتوح. فجرينا من عنده للاستاد عشان نلحق الاجواء اللي مش طبيعيه بقى اللي قدام الاستاد اللي هنقلب الدنيا وبتاع. فروحنا خدنا كام لقاء كده والناس بدات تقل تمشي، مش فاهمين حاجه. طب ايه، يلا نروح. جبنا المترو روحنا. وكاس العالم وما فيش خلاص بقى يعني ماشي، دي الاحتفالات يعني. ماشي خلاص، واضح الاحتفالات جوه الاستاد بقى، خلاص حقناش حاجه. رحت وفاجئ ان مش قدام الكافيه اللي انا كنت قاعد فيه، تقريبا في الكافيه اللي كنت قاعد فيه كان معدي الاتوبيس المفتوح بتاع الارجنتين. يا نهار ازرق، اقسم بالله كنت عايز انتحر حالا. انا بجد كنت اشوف ميسي بجد، مش اللي هو لا، مش اللي هو اشوفه انا كنت لا هشوف ميسي. يا نهار كنت اهزر معاه، ممكن ارمي له هزار كده في وشه كده. ميسي كده عادي. كان على البعد ده بالظبط والله، ما بهزر. نفس الكافيه. انت شفت بقى الكافيه في التلفزيون؟ والله ما بهزر، كان على البعد. انت كده ده مكان الاتوبيس، انا مش بهزر. وانا كنت فيه من بدري. ده هم عملوا اللقطه دي عشان بيكافئوا الناس اللي ما حضروش واقفين في الشارع واتفرجوا في الموبايلات فهم خرجوا لهم الناس دي. كانت حاجه عمرها ما حصلت. خرجوا لهم بالاتوبيس المفتوح عشان يلفوا شارع البوليفار ده. شوفوا انتوا جريتوا على احنا جرينا على الاستاد. شفت؟ ده الاعلام العربي. حاجه قرف والله العظيم بجد. انا بندم كل ما افتكر الموقف المقرف ده. مش هتندم على ده، تندم على ايه؟ ندمان. كان نفسي اشوف ميسي. موقف صعب فشخ. يلا حزنت جدا. ليه؟ يلا نفتح بقى موضوع تاني بقى. ليه؟ ما عندكش حاجه تقولها ولا ايه؟ عامل بودكاست ليه ما عندكش حاجه تقولها؟ انا خلصت كل حاجه. صمت خلاص كده يعني. فانت شوف لنا حاجه بقى. قصه كوره. قصه بقى في الكوره. طيب سيبك بقى من الاختبارات بقى والكلام ده. ماشي. الكوره نفسها. سؤال كايه كوره كايه؟ سؤال صعب. ما جاي لك اهو. في ايه؟ سؤال محاورين. ماشي حاورني. ده انا هحاورك. ده انا ده انا ليه مش هحاور؟ ماشي قول. امتى الكوره خذلت اسلام امين؟ الله. سؤال للنجوم ده، خد بالك. بص بقى. انا الماتش ده انا لحد دلوقتي بحلم بيه، مش عارف اتجاوز الماتش ده نهائي. ايه نهائي خالص. بص عدى عليه دلوقتي كام سنه، 5 سنين تقريبا. ماشي. ماتش العوده برشلونه وليفربول.
2019. يا حنين، انا مش قادر يا اتجاوز قلبي. الماتش ده بجد. لا طبعا ما تقدرش بجد. طبعا. احنا كسبانين في الكامب نو 3-0 وميسي جايب جون وعامل ماتش والكرة مش ابن حرام. سكريبتد، والكرة مش سكريبتد برضه. اقسم بالله. بص انا عايز اقول لك على حاجه. اليوم اللي بتاع 3-0 ده ديمبلي ضيع الكوره في اخر الماتش. ايوه ديمبلي الله ياخده مطرح ما قعد على كده في فرنسا ماشي. اقسم بالله ديمبلي ضيع كوره، لو كان بيكيلي شاطها ميسي عمل كل حاجه في الماتش ده. اقسم بالله عارف. لدرجه ان هو الكوره دي ما رضيش يشوطها، مع ان قالك اضمنها العب لديمبلي او بيكي حد فيهم يحطها. لو كان سابها لبيكي كان بيكي هيجيبها، انا متاكد 100%. ماشي. ديمبلي ضيع الكوره 3-0 ماتش 3-0 في الكامب نو 0 فاهم. واليوم ده صلاح حط كوره في العارضه وشتيجن طلع كوره، فانا خلاص. ايوه هي إحنا خلاص في النهائي. مش منطقي اصلا فاهم. أيوة. في النهائي الكوره دي بعد ما ضاعت انا كنت بتفرج مع اصحابي، انا قلت لهم احنا هنخرج بسبب الكوره دي. ما اعرفش ليه والله العظيم لحد دلوقتي. ليه كده قلت؟ لحد دلوقتي بيفكروني. انا قلت لهم احنا هنخرج بسبب الكوره دي. احنا كاتبين 3-0 وانا زعلان بعد الماتش عشان الكوره دي. بيقولوا لي بقى انه حتى لو كان جابها كنت هتخسروا. اسمه حدث. كنت هتخسروا 5-0 ومش عارف ايه. المهم لا صعب الماتش 4-0 ده ليفربول ده انا كارثه. بعدين الاجوان وحشه، الاجوان شكلها مهزأ، اجوان غريبه بتاع ارنولد وريجي ده مهزأ فشخ. الشوط الاول خلص 1-0 ليفربول. السلام عليكم. انا نسيت اجيب عيش، عارف الحاجات دي. الشوط الاول خلص 1-0 ليفربول. اللي بقول لك ده اقسم بالله حصل. احنا كنا في رمضان الماتش ده، ماتش العوده ده كنا في رمضان. كنت بتفرج لوحدي لان انا كنت قلقان والله العظيم. الشوط الاول خلص 1-0 خلاص. الشوط الثاني اول ما بدا في حد انا كنت طالب اوردر او اختي طالبه اوردر او حاجه، فرن مع بدايه الشوط الثاني بالظبط. خلاص رحت تجيب الشوط الاول خلصان كام؟ 1-0. يا دوبك جبت الاوردر وحسبت الراجل ما قعدش 5 دقايق، رجعت لقيت الماتش 3-0. انا ما شفتش الجول فيلم رعب يا صاحبي. انا فانا ببص 3-0 فيلم رعب يا نهار ازرق. استفردوا بيه وانا مش موجود. 3-0 انا حسيت ان انا مثلا ايه. ده ايه ده؟ في حاجه دي الركنيات دي ولا ايه؟ طيب في ايه استحواذ ده ولا ايه اللي حصل؟ ابص فوق الاقي لسه الدقيقه مثلا 50 ولا حاجه. جابوا الجولين دول امتى؟ تقريبا مش عارف مين اتصاب وخرج ونزل مكانه فينالدوم بقلاشينكو في واحد في الجولين عامل كده. اجوان غريبه فشخ. قلت لك فينالدوم ده طاير من وسط العيال وبيكي والعيال طاير في السماء وبيحط. يا ولاد مش قادر اتجاوز الموضوع لحد دلوقتي. يعني لحد دلوقتي حاسس ان الكوره مدينه لميسي بحاجه. عليك خلاص ما خد كاس العالم يا باجي. كاس العالم انا بعدها كاس عالم وكوبا وعايز ايه تاني يعني. الكورنر بتاع ارنولد ده انا ما كنتش. لا ده غريب جدا. انا ما كنتش مستوعب ايه. مفيش حاجه اسمها كده. بص الركنيه دي حاجتين الركنيه دي والجون بتاع البرازيل بتاع سيد معوض لما لعبها تحت. دول اتنين عجزت كرة القدم عن فهم هذه الخطة. فاهم حاجة؟ حنكة المصريين ولعبة ارنولد دي. لعبة ارنولد دي انا قعدت اقول لا الحكم هيصفر دلوقتي يعني. هيرجع يقول له في ايه وايه انت عبيط ولا حد كان ستوب لعب. لا هو هيقول له في ايه هنهزر ايه اللي هروح اجيب ايه بنهزر. قلت فيها لقيت الماتش شغال وعادي ومش عارف ايه. معلش يا اسلام معلش. ماتش البرازيل ده برضو من الماتشات اللي انا فرحت فيها فشخ. لا انا بتكلم في الخذلان دلوقتي. انا عايز انكد على الخذلان. عايز تنكد عليها؟ لا ده اوسخ ماتش. انا لحد دلوقتي اوسخ ماتش مش اوروبي. انت عارفني انا في المحليات اكتر. اكيد الاهلي وانبي سيد عبد العال. لا والله ده انا احكي لك قصه مأساويه فشخ. بص كان ماتش الاهلي اورلاندو 4-2 في السويس. ايوه فاكر. ماتش هو معروف شويه للاهلاويه والبعض الناس كده انه ماتش مش ذاكره قوي. الاهلي خسر 4-2. الاهلي خسر 4-2. الماتش ده كان فتحي مبروك اللي ماسك الاهلي. مش فاكر بس اسمع. بس الماتش ده انا رحته في الاستاد وكانش فيه جمهور. كانش فيه جمهور يحضر. احنا رحنا وقفنا وهندخل بتاع. كان ايامها كنت لسه في الشقاوه منه كده وعايز احضر وبتاع وايه نخش وبتاع رجاله وايه نخش من هنا ونلف هنا وحركات وبتاع. في الاخر ايه الامن رضي عنا ودخلنا. ايه هنشجع الاهلي والماتش ده كان مهم ان احنا نكسبه. تمام. دخلنا ماتش بدا جوان بنت ترف عليه من كل ناحيه. انا فاكر في جون اقسم بالله جون غريبه فشخ. والجمهور بدا بقى ايه. كان ايامها شريف اكرامي اللي واقف جول. والله اللي بحكيه لك ده حصل بالظبط ومش بكذب. شريف اكرامي كان واقف ناحيه الجمهور بتاعنا. بدا الجمهور يزوم عليه وهو بدا يحس. وفي واحد صوت الحق طلع كده وكان صوته عالي فشخ وهزه فشخ. سمع صوت قال له اشرف اكرامي يا ابن بتلعب عشان ابوك. اقسم بالله الراجل ده السبب في خساره النادي الاهلي. شريف اكرامي بدا تربي فشخ باين عليه. الاستاد قريب على فكره كنت شايف كل حاجه والجمهور كان قليل فكنا مزقوقين لتحت قوي. كل حاجه مسموعه وهو شايف تقريبا هو عارف الراجل ده. بس الماتش ده خسرناه بسبب الراجل ده انا متاكد. يا نهار ازرق.
ماتش كارثي بكرهه جدا. انت لأن رحت أنا ماتشات سافرت كتير انا بروح ماتشات كتير فشخ. سافرت السويس ما كانش ينفع نخش جمهور والامن جري ورانا بعد الماتش. دخلت جوه السويس بجري وبتاع ومش عارف ايه. دخلت استخبيت في محل فول وطعميه ولقيت عساكر مع دلوقتي 2 فول و3 طعميه اي حاجه اي حاجه. ايوه في مره رحت اجيب تذاكر ماتش مصر والجزائر. فاكر الماتش ده اللي هو هنا بتاع اللي هو الصعود هنا بتاع الصعود بتاع جون ماتش متعب برضه ده اللي خذلني فشخ ده. بتاع جون متعب. لا انا اللي خذلني بقى بتاع ام درمان بس اللي هنا ده ما خذلنيش. لا يعني هنا القصه دي ايوه القصه دي كلها حزينه فشخ. حزينه فشخ. كنا رايحين نجيب التذاكر ماشي ومش عارف ليه كان في كذا منفذ بيع تذاكر مم. واحنا لسبب ما رحنا نادي المعادي. ماشي. كان التذاكر بتتباع في نادي المعادي سنه ماشي. 2009 ده. ما اعرفش ليه رحنا المعادي واحنا اصلا في شبرا. مش عارف ليه رحنا المعادي. ما تعرفش ليه شبرا ما فيهاش وقبلها- تذاكر يعني الشرابيه ما فيهاش بطيخ. وقبلها ايه امي مش عايزاني اروح الماتش آه. وبقى لا يا ست السي يعني هيعرف يجيب تذاكر والكلام ده فاهم الحاجات دي. ايوه فروحت لقيت طابور كبير فشخ طابور واقفين مش عارفين نجيب تذاكر. فجأة لقيت الناس بتجري ايش ورحنا جرينا ومش عارفين بنجري من ايه. طب احنا بنجري ليه؟ احنا رايحين نجيب تذاكر يعني ما عملناش حاجه. لسه ما دخلناش ما عملتش حاجه والله. ولقيت لا ماتش بقى- مصر ماتشات مصر ما فيهاش الهبل ده. ما اعرفش ليه كده ولقيت واحده بقى ست واقفه في البلكونه في المعادي والادوار بقى اللي هي القريبه من الشارع دي اللي هي البلكونه فيها سلم اساسا فاهم يعني في سلم يدخلك في البلكونه في الشقه فيلا مش فيلا لا الدور مش الارضي فيه سلم يدخلك جوه البتاع. فلقيتني بجري انا عيل صغير بجري تعالى يا حبيبي انت رايح فين كده بتجري من ايه تعالى نقف فين. دخلت لك جوه اتفضل يا حضرتك الظابط حافظ عليه. لا ما لقيتش حاجه يعني فضلت بقى الناس عماله تجري والظباط بيجروا وراهم والعساكر بيجروا وراهم وانا واقف بتفرج في البلكونه كده بتفرج يعني كاني من ابناء المعادي. شوف لا خلي باله البلد. طيب بمناسبه المعادي مره احنا كده هنخش في حلقه ثانيه. مش قادر ده في قصتين ظهروا خد بالك. مره رحنا نلعب ماتش مع نادي اسمه المعادي واليخت. ايه المعادي واليخت النادي مشهور. النادي اسمه المعادي واليخت. وانا كنت بلعب في نشيط تحرير يا عم ثانيه واحده. ايوه ولا هم ناديين؟ لا نادي المعادي واليخت هو اسمه كده. ماشي يا عم اعتبره نادي المعادي. ماشي حلو. رحنا نلعب واحنا من منشيه تحرير من عين شمس وحاجه فاهم العيال ضربه كشري. وانت من منشيه تحرير ولا بريم عبد الرازق ولا انت الشبح بجد؟ يلا مركز شباب منشيه التحرير. انت كنت بتلعب فيه ماشي. راكبين الاتوبيس ضاربين الكشري. المدرب جايب لنا 2 كيلو موز وقال لو كسبنا على الطلاق هوزع الموز ده عليكم. فاهم العقليه اللي راحت بالموز فكك. وعاملين لنا طقم كده ايه اديداس مضروبه. ايوه عارف. احنا مبسوطين ايه من جاسين قوي بالطقم دي ولابسينها وقاعدين وحاطين هيدفونز وبتاع كلها ب 10 جنيه من المتر وحاجه فاهم في البيئه قوي حاجه خرا. قاعدين والدنيا جميله قوي فتهنا حلو. طب والموزه كنت فايه وقفنا عند كنيسه. احنا بجد حاجه في البيئه كان في واد اسمه يوسف طارق. لو بتسمعنا يا يوسف انت عارف انك زي الخرا انت عارف انت كنت مبهدل الدنيا. تهنا وقفنا قدام كنيسه فاتحين الشبابيك في يوسف طارق خارج فلا واحده عجوزه عارف الستات الهوانم دول ليه الهوانم خارجه من الكنيسه شعرها ابيض ولابسه عارف انت فاهم الكاركتر ده ماشي خارجه كده وبتاع. لا بقول لك يا حاجه خارجه من الكنيسه فقلت له ايه لا نادي المعادي والبخت منين. والله العظيم 3 انا مش احرجت انا دخلت زي السلحفاه كده جوه فاهم. وانا صغير كنت بحرج من الحاجات دي. بس يا عم وصلنا لقينا العيال منتهى النظافه وفلوس وبقينا التيشيرتات اللي مبسوطين بيها دي هنموت ونقطعها نمزعها كده. كان نفسكم تبدلوا التيشيرتات دي مع العيال بعد الماتش طبعا. لا كان نفس القصه بتاعت اليوبلس نسوان بتلف في التراك اما ليه تنطيط برضه احنا قلبين الدنيا كنا نسكوتش. بقول لك ايه بمناسبه لو انت هنقفل ما احنا دي كده هتتمسح دي انا هقولها وانا عارف ليه لا مفيش حاجه تتشال. اسمع بس المونتير يسمع معايا القصه دي والنبي عشان دي هتتمسح اكيد هتتمسح. عارف سرور ده واحد صاحبي مسيحي خلاص. فهو لسه من يومين بيحكي لي ان هو شغال في التجمع وكده. هو مهم يعني شغله بيبقى معاه عربيه ماشي فهو في حته في التجمع كده مفيش مواصلات. ففلقى ست بتشاور له عشان مثلا ايه تطلعها اول الشارع او لحد فاهم. فالمهم هي ركبت قفلت الباب. اول ما ركبت قالت له كنت عند واحده مسيحيه بنت. بقول لها هم المسيحيين كده. الله
قالت له اوعى تكون مسيح. لا بعد ايه بقى؟ خلاص لا ما تقلقش مسحته خلاص ما خلاص بقى بعد ايه؟ قالت له لا بس احنا انت عارف كلنا اخوات. امال ايه؟ لا هي غلبانه برضو الست دي يعني، هي بس لما بتتعصب وبتاع. لا عادي هنسيبها يا سمسم ما تقلقش. بقول لك احنا لازم نقفل عشان كده، لازم نقفل عشان احنا كده كتير كده كتير. لا كده كتير كده كتير. بس انا مبسوط بالحلقه دي. وفي حلقه جميله جدا كرويه بس هي في الاول ما كانتش كرويه، هي قلبت معانا. ما هي دي ميزه بقى اللي احنا مش تيشيرت انت لابس ده ايكونيك يا ابني، ده ايكونيك، ده انا اللي ايكونيك والله. ده انا ايكونيك. طب يلا نقفل بقى خلاص. نقفل طيب وبكده هتكون حلقتنا خلصت من بودكاست ومين سمعك. لو عجبتكم الحلقه على اليوتيوب ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير وتشيروا الحلقه دي في كل حته وتفعلوا الجرس. قلت تفعلوا الجرس؟ لا ما قلتش. فعلوا الجرس. اما بقى لو على منصات الاستماع براحتكم بسطوا. لو عايزين تبعتوا لنا حاجات حصلت لكم حابين نشارك نحكي زيها يعني، حابين تشاركونا ابعتوا لنا على الدي ام، حابين تشاركوها معانا. بقول لك ايه ده بس كده. صلي على النبي الله اكبر. الف انا رجاله. عارف بقى ان جي ال دي اختصار لايه في الاخر؟ ايه يا صاحبي؟ ان نوت جي جونا ال لاي. يعني نوت جونا لاي يعني okay. مش هكذب. okay. انما انت طبعا انت مد الحجر مش جاي منك جاي. انت مد الحجر بقول لك ايه، نادي المعلول المكتب. نادي المعلول بقول لك يا حاجه. طب يلا خلاص يلا نبدا. شكرا جدا لكم يا جماعه، يلا باي باي. يلا تصبحوا على خير او صباح الخير.